في حلقات بنسجلها وبتبقى مشاعرنا فيها متلخبطة شوية، زي حلقة النهاردة. ضيفتنا النهاردة كانت من أنجح مصممات الأزياء في مصر، بتتعامل مع مشاهير، بتسافر، بتخرج، وعايشة حياة اللي يشوفها من بره يقول إن هي حياة مثالية، لحد ما حصل في يوم وحياتها اتشقلبت رأسا على عقب زي ما بيقولوا. ابنها الصغير أصيب بفيروس في القلب. إيه الحياة اللي احنا كنا شايفينها أو اللي الناس كانت بتشوفها مثالية فجأة اتقلبت 180 درجة وخدت منحى تاني خالص، وده اللي هنعرفه من ضيفتنا النهاردة، مي. ازيك يا مي؟ الحمد لله تمام. ايه الأخبار؟ كله حلو الحمد عاملة لله ايه؟ كله جميل. دايما بسأل السؤال اللي هو انت مين؟ آه انت مين؟ انا مين؟ انا ما انا مي عادي. يلا نبدأ في التجهيزات. ام الطفلين. كويس، بحاول دايما اطلع الحلو اللي فيهم والحلو اللي في نفسي. جميل. مش شخص بيرفكت خالص. بس شخص بيحب يتعلم مم. ويحب يتعلم من اخطائه. كويس. بس كنتي شغالة فاشن ديزاينر أو مصممة أزياء ايوه. لحد ما ايه اللي حصل؟ لحد ما خلفت، وبعدين لحد ما بالظبط لما ابني الصغير تعب، لما جاله فيروس في القلب. آه فساعتها قفلت على نفسي، جالي زي شبه تروما كده وقفلت عليه. وبدأت افكر طب انا ازاي اقدر اهتم بيه عشان خاطر نعدي بالمحنة دي، لان كانت محنة تقيلة قوي علينا يعني. ايه اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل. ما فيش. هو جاله كوفيد. والكوفيد انا كنت فاكره انه في الاطفال، يعني ما كانوا بيجيش في بيقولوا لنا، كانوا الاطفال. بيقولوا ما بيجيش للأطفال. كان عنده 5 شهور ونص اياميها. كويس. وهو كان قاعد ما فيهوش حاجه، لقيته بيكح جامد، صدره تعبه. ما كانش باين عليه اي اعراض لاي حاجه. زي اي جريت رحت الدكتور كشف طارق. عليه. مم. كان لا مش طوارئ، كان فاتحين عادي، بس لحد مش دكتور بتاعي يعني، كان اياميها اجازات وكده، صح. فاللي لقيته يعني. مم. كشفت عليه. قالت لي هو فعلا عنده التهاب في الشعب الهوائية. ولازم ياخد مضاد. وحتى لما كشفت عليه ما كانش فيه حاجة يعني. بس خد حقنة المضاد، روحنا. حاسة انه مش طبيعي. انت لحد اللحظة دي انتوا بتتعاملوا ان هو عنده شوية برد، شوية كحة في صدره، بس وشوية لحد كده احنا بنتعامل ان هو طفل عنده. حتى الدكتورة اللي كشفت عليه متعاملة مع انه كده. مم. لحد ما انا حسيت ان في حاجة غلط. بعد ما روحت حاسة انه مفرفر مني مش طبيعي. رجعت تاني على الطوارئ بقى. فلما حطوله الاجهزة بتاعت قياس القلب، ان هما عشان دخلت طوارئ بيقيسوله كل حاجة. مم. لقوا انه كفاءة القلب نازلة خالص ل 28. 28. فاكتشفوا ان في مشكلة يعني. مم. فقالوا لي لا، الوضع صعب وكده، ولازم يتحط على جهاز تنفس صناعي كويس. ودخل العناية لمدة 10 أيام. 10 ايام في العناية؟ في العناية 10 أيام في العناية على جهاز تنفس صناعي. أنا حتى الدكتورة فاكرة اللي رحت لها يعني إن هي في نفس المبنى يعني. رحت لها تاني يوم قلت لها انتي فاكريني وكده، طب أنا عايزاكي تبصي عليه. لما دخلت قالت لي لا، مش هو ده اللي دخل لي امبارح يعني. هو ما كانش كده، وكان بيلعب وعادي وطبيعي، وكان فيري اكتف وكل حاجة، وما كانش باين عليه اعراض لاي حاجه يعني. انت بتتكلمي في فرق ساعات ما بين فرق ساعات. الزيارة انا الأولى ماشيه والمستشفى والزيارة التانية. انا ماشيه يعني الساعه 12 بالليل من المستشفى، كنت عندهم 3 الفجر. مم. فرق 3 ساعات. 3 ساعات بالظبط. يعني مش فرق كبير يعني، ومش باين عليه حاجه يعني. كان ظاهريا. ظاهريا مش باين عليه اي حاجه. حتى لما اتكشف عليه بالسماعه، السماعه مش بتبين حاجه. هو القلب بالذات ده لازم ايكو يعني. مم. فهو مش بالذات انه مش هو ظاهريا هو مش باين عليه اعراض يعني. مثلا مش مزرق، مش كده. لا، هو مفيش أي حاجة. هو بس نفسه مش احلى حاجه عشان صدره فيه مشكلة. مشكله. بس مفيش أي حاجة خالص. وحتى لما خرج من المستشفى ظاهريا ما كانش باين عليه. هو مش باين ظاهريا عليه اي حاجه يعني. مم. كانت حاجه خداعه قوي مم. على الدكاتره نفسهم. 10 أيام دول عدوا عليك ازاي؟ لا، اوحش 10 ايام. يعني ما بحبش افتكرهم اصلا يعني. يعني حتى ما بحبش. يعني انا محيا الموضوع ده من الذاكره عندي تماما. ما بحبش افتكرهم خالص يعني. كانوا 10 ايام وحشين جدا. طب خلينا نتكلم على 10 أيام، على بعد 10 أيام. على 10 ايام. ايه اللي حصل؟
ما فيش بقى. بدأت يعني زي ما قلت لك جالي زي تروما كده طبعا من اللي حصل. وبدأت بقى لما قفلت على نفسي وقفلت خلاص. كنت قاعدة يعني قعدت محبوسة في الأوضة بابني، مش عايزة أطلع، مش عايزة أروح، عايزة أخد بالي منه، خايفة من أي حاجة، عندي وسواس. بدأت أفكر بقى طب ما أنا بدل ما الوسواس ده يتمكن مني أكتر، إزاي أقدر أوفركم ده. بدأت أقول طب ما أجرب إن أنا أعمل الأكل اورجانيك اكتر. كان هو لانه كان طالع عنده 6 شهور، كان الدكتور ساعتها قال لي ابدأي دخلي له اكل. كان هو طلع وهو عنده 6 شهور قصدك سنه من المستشفى. اوكي. فكان بدأ ان انا ادخله، قال لي لازم ياكل بقى خلاص، يعني هو كمان فقد سوائل كتير فلازم تعوضي بالاكل يعني. فانتي في الوضع اللي انت كنت فيه كنت خايفه تاكلي، كنت او خايفة خايفه من اللي هو هياكله. بالظبط. كنت خايفة من اللي هو هياكله. فبدأت افكر طب اقدر اعمل ايه ان انا اديله انضف حاجة ممكنة. فبدأت افكر طب ليه ما ازرعش الاكل، ما اعملهوش انا العيش، ما اعملهوش الفراخ، ليه ما ربيهاش كده يعني. بدأت بقى افكر كده يعني. بس وبعدين ايه اللي حصل؟ كملتي ازاي يعني؟ اصل هو فكره ان حد يزرع حاجه في البيت او في المكان بتاعه او ما يشتريش الحاجات دي. يعني انت بتقولي بتزرعي طماطم، بتزرعي بزرع. خيار، أيوة. بتزرعي بتنجان، صح. بتزرعي فلفل، يعني محدش بيعمل كده. ما هو عملتي ازاي ده؟ عملت ازاي قولي لي فرقت معاكي في ايه برضو يعني؟ فرقت معايا في ايه؟ بص انا هتكلم عن نفسي انا. طبعا. لا حسيت ان انا لا باكل حاجه كلين يعني. مش عارفه اوصفها لك بس حاجه كلين، فاهم قصدي يعني. الطعم نفسه بحسه يعني لما تقطف الحاجه من الارض وتاكلها ليها مذاق اخر يعني. غير اللي احنا بناكله. ليه لا مش وحش، بس بيبقى فعلا ليه كده زي مذاق اخر يعني. فرقت معايا في كده ان انا بقيت ادقق في الاكل. بدأت ان انا بشوف دايما بدائل صحية اكتر. فرقت في طريقة تفكيري عموما يعني. طريقة نظرتي للامور علمتني الصبر. ما هو الزراعة دي عايزة صبر. ان انا اصبر على حاجة واشوفها وهي بتكبر واقطفها وكده. يعني صبر ده اللي هو مثلا يعني انت لو بتزرعي طماطم مثلا، أيوة. النهارده بتزرعي طماطم، ايه اللي بتستنيها قد ايه؟ ما هو ما بقاش الطماطم ما بتاخدش وقت كبير على فكرة يعني. شهر ده وشوية. كتير جدا. هو بتعلم الصبر آه. يعني. ان انت تشوف الحاجة بقى بتكبر قدامك وكده وان انت تاكلها. هو بيعلم الصبر يعني. الزراعة دي بتعلم الصبر وبتعلم حاجات كتير. ما انت انا ممكن ازرع حاجة، انا كتير زرعت حاجات وما طلعتش يعني. باظت طبعا. برويها بتاع ما بتطلعش. فبتضايق فاقعد اقول لا ما هو ده علمني مثلا الغلطة دي ما اعملهاش كده. بس طب اشرحي لي الخطوات العمليه لما جيتي بقى تبداي لما جت في بالك الفكره بتاعه الزراعه دي. طبعا عملتي ايه؟ كلمت حد بروفيشنال مزارع يعني مفيش حد من اللي حواليك قال لك طب انت مكبره العمليه ليه؟ مش للدرجه دي. لا خالص، بالعكس هم كانوا متحمسين الفكره قوي. بجد والله لا يعني بصراحه كانوا متحمسين الفكره يعني. صح، ليه ما نزرعش وناكل اكل نظيف؟ هو ايه المشكله؟ يعني لا كانوا متحمسين. طب ما نجيب حد فعلا يعلمنا. جاء بقى شخص يعني يعلمني. كنت بقى بيقول لي السيدز دي ايه، البذور دي ايه، تجيبيها منين، مش عارف ايه. كان بدأ هو في الاول يزرع ويوريني ازاي وتروي ازاي وتعملي ازاي وكل قد ايه اروي الحاجات دي. ويجي كل مثلا كام يوم، اسبوع اسبوعين، يجي يطمن على الحاجه كده يعني. استعنت بحد طبعا لان انا مش حد متخصص في الكلام ده. انا حد بيتعلم او حد عايز بس يحسن من الكواليتي بتاعت الاكل بتاعته اللي الولاد بياكلوه، الولاد او انا او الولاد او كده فقط لا غير. انما انا شخصيا انا مش دارسه. انا يعني يقول لك ادي العيش لخبازه. فانا لا، جبتي خبازه وانا جبت خبازه طبعا وكده يعني. هو بقى علمني حاجات وعلمني حاجات علمني طبعا حاجات باظت مني كتير يعني. طبيعي. وساعات الشمس تلاقيها بتاكل في الحاجة قبل ما
قبل تقطوا فيها. ولازم ما هو في تربة معينة تنفع لحاجات معينة، ما ينفعش ازرع ده هنا ولو حطيته هنا هيبوظ كده يعني. ودلوقتي بقى عندك الخبرة الكافية، مفيش حاجة بتبوظ منك ولا؟ لا طبعا لا. بص هي learning process. صعب تقول انه ما فيش حاجة ما بتبوظ، لا طبعا في حاجات بتبوظ، بس نسبتها بقى قد ايه عن قبل كده، هي دي بقى الفكرة. يعني مثلا ممكن قبل كده كانت 90% من الحاجة بتبوظ، دلوقتي ممكن نقول مثلا 40%. فده في حد ذاته انجاز يعني، progress يعني. فرقت معاكي في ايه مع الولاد يعني؟ انت هل الولاد بيزرعوا معاكي؟ بيعملوا ايه؟ فرقت معاهم؟ انت صحيا حاسه ان الموضوع فرق معاكم كلكم، مش شرط الولاد بس؟ الموضوع ده فارق معاكم في ايه؟ يعني انا هكلمك انا عن نفسي مثلا. لا انا حاسه ان انا الاكل زي مش عارفه يعني اقولها لك ازاي، بس يعني اريح للمعده. اريح للمعده كتير بصراحه. وكهيلث وايز احسن. الولاد بقى هم صغيرين، بس هم بقى بيتبسطوا من الفكرة ان احنا عندنا مزرعة. التجربة يحبوا على فكرة على طول يطلعوا وهم قاعدين يجيبوا باسكت كده ويقطفوا في الحاجة، عارفين بقى دي خلاص كبرت. علمتهم ازاي نقطف، لان ما ينفعش تقطف مش من الجدر، لا من الجدر. فهم لا فرقت مع اتعلموا كتير جدا. هي بالنسبة للولاد حاجة علمتهم حاجات كتير قوي، بقوا فاهمين عارفين كده. اتعاملتي ازاي مع التحول المفاجئ بين ان انت شخص مصممة ازياء او ليكي حياة عملية، حياة عملية ناجحة، حياة عملية الى حد كبير مستقرة، لفجأة مفيش اي حاجة من الحاجات دي؟ كان يعني انت تحول. حتى السوشيال ميديا اكاونت بتاعك مقسوم نصين، نص فاشن ديزاينر، ونص تاني ايوه بترعى طفلين وبتزرع في البيت. اتعاملت ازاي مع هذا التحول الجبار يعني؟ نفسيا وعمليا وكل نفسيا كان في الاول صعب عليا. كنت حاسه ان انا تايهه يعني وكنت بقعد اقول يعني طب وبعدين، طب ما انا حاسه ان انا خلاص كده حياتي خلاص وبتاع. وبعدين اللي ساعدني بقى شويه وحسيت ان انا فعلا بعمل حاجه ذو قيمه، لما بدات ان انا اشارك تجربتي دي على السوشيال ميديا. اوكي. ولقيت تفاعل الناس، حسيت لا طب ما انا بعمل حاجه حلوه فعلا. يعني انا ليه شايفاها بس من المنظور الضيق ده يعني؟ كويس. ان انا خلاص حياتي القديمه خلاص وكده، وخلاص بقيت مكرسه حياتي للحاجه كده. فلقيت ان انا بساعد ناس كتير، بلاقي امهات بتقولي انتي شجعتينا ان احنا نعمل حاجات صحيه لولادنا في البيت. صحيح. انا ابني او بنتي تعبانه، انتي شجعتيني ان انا لا اصبر واعمل. فلقيت نفسي بأثر بشكل تاني، بشكل حلو. فده بسطني يعني. لا بالعكس، انا كنت ممكن اقول لك انا قبل كده كنت حاسه نفسي انعزلت ومتضايقه، بس دلوقتي في البدايه طبعا. دلوقتي حاسه لا، ما في قيمه انا بقدمها. انا مش قاعده بس بربي الولاد وبعمل لهم، لا انا كمان في ناس بتتعلم مني، في ناس شايفه ان انا ساعدتها، ففي ناس حاسه شجعتها انها تعمل كده. فلا حسيت ان انا بعمله ده في قيمه كبيره، قيمه كبيره جدا. كلميني عن حته تفاعل الناس دي. الناس استقبلت ازاي موضوع ان انت من اقصى اليمين لاقصى الشمال انا طالعه بزرع وبعلمكم ازاي تزرعوا وتخبزوا؟ ما كانتش تعرفني يعني. على فكره هي معظم الناس عرفتني كمان اكتر بعد يعني كانت ناس اللي عارفيني قبل كده مش كتير، كوميونتي صغير. دلوقتي لا، في ناس كتير عارفيني وعارفاني من ده، مش عارفاني من القديم. الناس تفاعلت ازاي مع فكرة ان انت بتأكلي ولادك اكل هيلسي، بتزرعيه في البيت، بتعمليه بنفسك، بتخبزي العيش في البيت وبتعملي في ناس اول ما كانوا في ناس شايفيني مجنونة يعني، ان انا شخص مجنون، ان انا شخص فاضي. مجنون بالمعنى الحلو ولا بالمعنى الوحش؟ معرفش، دي بتاعتهم مش بتاعتي بقى يعني. معرفش يعني، بس في ناس شايفاني ان انا مقفورة. وانا ما عنديش مشكلة يعني. هو كل واحد شايف الدنيا من منظوره هو يعني. خلاص مقفرة تمام يعني، انا مبسوطة ومرتاحة كده، وده اللايف ستايل اللي عجبني يعني. كويس. بس وفي ناس بقى لا يعني، ودول اللي انا
بقول لنفسي انا مكمله عشان خاطر دول يعني الامهات اللي هي عندها مش لازم يبقى عندها مشكله بس عايزه تحسن الكواليتي بتاعت الاكل بتاعت ولادها لان الاكل حوالينا فعلا في حاجات كتير مش حلوه يعني اللي بيتباع يعني فعلا في مواد كتير مش حلوه الله يطمنك. الله يطمنك. ايوه ده بجد مش آه. هزار يعني حاجات كتير بتبقى مرشوشه وايه كمان يعني مثلا الحاجات مثلا بتاعت السوبر ماركت دي كلها مواد حافظه بلاقي امهات بتقول لي انت ساعدتيني ان انا اعمل لابني كذا انا ابني ممنوع من المواد الحافظه عنده حساسيه من المواد الحافظه ما كنتش عارفه اعمل ايه ابني عنده ADHD والدكتور منعه من المواد الحافظه كويس. فحسيت يعني انا بعمل purpose في حاجه انا بقدمها لهم حاسس انت مؤثره بس بطريقه تانية. بالظبط فانتي ميرسي ان انتي جبت لنا الوصفه دي للولاد وفعلا انا بنتي ممنوعه من الحاجات دي فهي حتى لو الحاجات اللي انا بعملها فيها سكر فيها ايه في اول في اخر معموله في البيت عارفين مصدرها ايه انما مش حاجه مصنعه في مصنع انت مش عارف ايه المصادر يعني بس فده بجد ده اللي انا انت ليه بتخوفيني؟ ما احنا كويسين اهو. لا احنا كويسين احنا كلنا كويسين الحمد لله انا هو ما فيش مشكله يعني اللي عايز يعني اللي عايز يعمل حاجه يعملها اللي عايز ياكل من بره ياكل اللي عايز ياكل في البيت ياكل يعني عادي ما فيش مشكله بس انا بقدم حاجه ساعدت ناس فعلا محتاجاها بس لا اكتر ولا اقل. ايه اسوأ تعليق جالك على السوشيال ميديا اللي هو ما تنسيهوش يعني لو كنت عايز تاخدوه يطلع المحكمه؟ يعني مش يعني في ناس شيء يعني مش عارفه في تعليق بس انا مش حابه ان انا خدي اللي بعده اقوله يعني مش حابه ان انا اقوله يعني كان بيتكلموا في ايه او ايه التعليقات نوعيه التعليقات السيئه مش لازم تقولي صراحه يعني. التعليقات السيئة بص انا هقول لك حاجه انا مش بشوف التعليقات سيئه يعني انا شخص انا بقعد اضحك على الكلام يعني مش بشوف ان دي حاجه سلبيه اصلا كويس. انا بشوف ان هم بيطلعوا اللي جواهم وانا باخدها بهزار يعني ما عنديش حاجه معينه هو كان تعليق واحد بس وانا مش حابه اقوله يعني ان يعني مش حابه ان انا اقوله بس الباقي كله حاجات بصراحه هزار وضحك الولاد ماتوا من الجوع الولاد انت قعدتي اسبوعين تعملي بسطرمه ده كده الولاد دخلت الجامعه كده بس كل الحاجات دي باخدها بهزار وضحك بصراحه يعني. طب وايه احلى تعليق جالك او احسن تعليق جالك؟ من احلى التعليقات اللي جالي هي مش تعليقات قد ما كنت بلاقي ناس بتكتب بوستس وكان في واحده كاتبه بوست عني ان هي بنتها تعبانه وان ده كان الموضوع مؤثر فيها ومش عارفه تعمل ايه ولما جت الاكاونت بتاعي وشافتني قد ايه بتعب وانا بخبز وانا بعمل حاجه فروم سكراتش شجعتها ان هي تعمل ده لبنتها فبتدعي لي وبتقول لي يعني ربنا يبارك ده كان يعني احلى بوست شفته بصراحه يعني ولما بيجي لي دي امز من دي كتير انا بس دي كانت عامله لي بوست بيجي لي دي امز بلاقي امهات بقى داخله او واتيفر مش لازم يعني واحده بقى بعتلي الوصفه اللي انا عملتها بعتلي صورتها دي بعد ما شافت الاكونت بعد ما شافت الاكونت دي بتبقى احلى حاجه اللي هو ايه ده انا مبسوطه دي كانت احلى حاجه بصراحه. انا شفت كمان اليوم السابع كتب ايوه وبعض الصحف وبعض القنوات وبعض الحاجات كلميني عن الحته دي برضو. ما فيش انا لما جيت اتعرفت وفي ناس اتأثرت بالقصة كانوا هم بيريتش اوت يعني وبيبقوا عايزين ان هم يعني يوعوا الناس من خلالي يعني ان ما في تجارب اهو ناجحة وفي ناس عادي ممكن في عادي ممكن تقعد تعمل لولادها الكلام ده وبتاع وتضحي وكده فكان هو كده يعني ان هو وصلوا لك ازاي او كلموك ازاي أو على السوشيال ميديا على الدي امز يعني تواصلوا معايا وعملوا معايا اللقاء. انا شفتهم فردين لك صفحات وصفحات يعني مش كاتبين خبر يعني كاتبين عاملين هم اللي بصراحه هم اللي كلموني وهم اللي طلبوا مني كده وكانوا شايفين ان انا مقصره في ناس كتير حواليهم هم اللي شايفين يعني فعملوا معايا كده يعني كلموني وعملوا معايا الحاجات دي يعني وصوروا معايا وكده جم عندك او كده ولا صوروا؟
لا ما جوش عندي. انا صورت الحاجه دي وبعتها لهم. اوكي. وطلبوا بصراحه يجوا عندي، كانوا عايزين يعملوا لايف معايا، بس انا الوقت عندي ما كانش احسن وقت. ما كانش احسن وقت يعني بصراحه. بس ما بيجيش عليك وقت بتحسي طب عايز ارجع ابقى فاشن ديزاينر واتعامل مع المشاهير واعمل للفنانات والفنانين ساعات والله. بس انا لحد دلوقتي؟ يعني لحد دلوقتي، بس مش مسيطر عليا الفكرة دي. يعني مش مسيطرة عليا، لا انا حاسة ان انا خلاص بدأت صفحة جديدة كده في حياتي، وراضية عنها ومبسوطة بيها جدا. فلا يعني مش الاحساس مش مراودني جامد. مش للدرجة دي يعني؟ لا. مش لدرجة ان هو مسيطر عليك او واكل جزء كبير من تفكيرك؟ لا لا انا مبسوطة في الحتة اللي انا فيها دلوقتي الحمد لله، وراضية جدا جدا يعني. بس ايه احلى حاجة بتزرعيها في البيت؟ احلى حاجه بزرعها زيت الزيتون. بحبه. زيت الزيتون؟ بحب ان شاء الله هو بيتزرع؟ الزيتون، يعني الزيتون وبعمل منه زيت زيتون. بحبه جدا لانه بيبقى اورجانيك بجد. انا ما بجيبش حاجه كده من بره. يعني ما فيش حاجه باللون ده بالشكل ده صحي وخطير بشكل مش طبيعي. ما شفتش الكواليتي دي ما خالص. فكرتيش تتجه ان انت تعملي ده بيزنس؟ يا ريت يعني بفكر. بفكر طبعا. ايوه بجد؟ على فكرة انا اصلا يعني في ناس اشترت مني زيت الزيتون ده قبل كده يعني. بجد والله؟ والله يعني وفعلا كلموني يعني قالوا لي لا مفيش حاجة فعلا كده، هو اورجانيك قوي. بس دي اكتر حاجة فعلا بحبها وبستناها، بستنى للسنة يعني، لان انت بتفضل تزرع فيه طول السنة وتحصد شهر 9 أو 10. فدي اكتر حاجة انا ببقى مستني، وبقعد بقى الجيركن اللي بعصره ده بيه السنة كلها. بجد والله؟ والله ببقى خايفة استخدمه ولا يخلص يعني. حلو جدا. قريب هنشوف الموضوع يتحول جزء منه بتبيعي حاجة من الحاجات اللي انت بتزرعيها او يا كده ريت. ولا؟ انا نفسي اعمل كده يعني ده نفسي فعلا اعمله. نفسي في ناس من ضمن التعليقات اللي بتجيلي ان هم احنا نفسنا نجرب حاجتك، نفسنا نشتري منك. ما اكذبش عليكي، انا وانا قاعد دلوقتي حسيت ان انا عايز اجرب يعني. أيوة. بعد ما انت قعدتي تقولي لنا تبقى تقطمينا زي ما بيقولوا والحاجات اللي انتوا لا بتاكلوها ما فيها بقطمش والله. لا انا بهزر يعني، بس أيوة. بس حسيت ان انا طب عايز اجرب يعني وانا قاعد حسيت ان ما عايز في أجرب. ناس بتقعد تكتب لي كده وتبعت لي طب انت مش بتبيعي طب. فنفسي فعلا اتجه لكده يعني، ان انا طب ليه زي ما انا استفدت وكده ليه ما فيتش الناس اللي حواليا يعني بشكل بروفيشنال يعني. بس ان فنفسي شاء الله اعمل في كده. يوم من الايام تعرفي توصلي يا لده رب يعني. ان شاء الله. ان شاء الله. احيانا بيقولوا ان يعني في محن بتحول حياة الانسان لحاجة كويسة وبتخلي المحنة دي هي اللي بتخليه يكتشف نفسه. حسيت ان ده حصل معاكي ولا؟ طبعا اكيد. ده حصل معايا جدا. انا فعلا شايفها ازاي؟ انا حاسه نفسي شخص تاني يعني انا قبل اللي حصل غير انا بعد اللي حصل تماما. ايه اللي اتغير فيكي في شخصيتك؟ نظرتي للامور يعني ما بقتش كل حاجه اخدها على اعصابي. ما بقتش كل حاجه ببص للحاجه بمنظور مختلف يعني. في في ناس حاجات اكبر تستاهل ان انت بالظبط في حاجات اكبر تستاهل ان انا ازعل عليها، تستاهل ان انا يعني زي ما بيقولوا كده ادي الطاقه بتاعتي ليها. في حاجات ما تستاهلش. ففعلا هي الدنيا مش مستاهله يعني. هي فعلا الدنيا مش مستاهله. ونظرتي للناس كمان يعني انا مش هقول ما بيفرق معايا كلام الناس، بس ما بيفرقش معايا بيبصوا للامور بتاعتي ازاي. بدل ما انا شايفاها كده صح والدنيا ماشيه كده خلاص مش لازم اخد يعني راي الناس اللي حواليا، بدل ما انا شايفه دنيتي ماشيه كده صح. للحظة حسيت وانت بتحكي في الاول خالص في البداية ان لما انت رحتي المستشفى الساعة 12 وبعدين رجعتي الساعة 3 انت حسيتي ان في حاجة صح؟ هل ده حسيتي ان في في حاجة حاجه غلط. هل ده قلب الام زي ما بيقولوا ده قلب ولا؟ الام مليون في انت كنت المية. بتقولي ظاهريا مفيش حاجة يعني. مفيش اي حاجه. مليون في المية قلب الام. على فكره انا كنت قاعده يعني مروحه الساعه 12 وماسكه ابني وقاعده مش عارفه انام يعني. حاسه ان في حاجه غلط. طب انزل بيه 3 يعني انت الفجر. رحتي المستشفى وخلاص وعملتي اللي عليكي والدنيا عملت تمام؟ اللي عليا واتكشف عليه وخد خد المضاد وكل حاجه، بس في حاجه غلط. مش لا. وهو مش يعني انا بالنسبه لي هو كان نايم، بس انا لا هو مش نايم. هو في حاجه غلط.
وحتى انا فعلا لما جيت انزل ارجع تاني، اللي معايا في البيت والدي ووالدتي قالوا لي طب اصبري للصبح النهار العيون. قلت لهم لا لا، مش هقدر اقعد للصبح، في حاجة غلط، ما انا في حاجه تستناش. غلط بس انا مش عارفه ايه هي. ولما رحت حتى رجعت تاني الطوارئ، هو كان واخد حقنه مضاد، فالنيرس اللي مدياله قال لي انت فعلا ما دخلتليش بكده. هو كان داخل بيلعب وعمال يحرك رجله ويحرك نفسه وبيضحك وكل حاجه، انت ما كنتيش داخلي لي بيه كده. ففعلا لا، هو قلب الام. انا دايما اقول يعني دايما بنصح الامهات بقى بجد، امشي ورا احساسك، ما تسمعيش لحد وامشي ورا احساسك، ودايما 100% هتطلع صح. يعني دي مش كلام كليشيهات قلب خالص الام دي خالص. خالص مش كليشيات خالص. ده انا دي حاجه عشتها، يعني حاجه لمستها بايدي انا. يعني انا لدرجه ان انا كنت قاعده وكان حاسه ان حد في وداني، يعني من 12 ل 3 دي حد بيقول لي انزلي بيه، في حاجه غلط. يعني حاسه ان في حاجه في وداني كده. فلا دي مش كليشيه خالص خالص. لما دخل العناية بقى بعد الحتة دي، انت حسيتي ان الحمد لله ان انا سمعت ومشيت ورا احساسي؟ طبعا طبعا، والدكاتره حتى، والدكاتره كلهم يعني، حتى الدكتور بتاعه ربنا يبارك له يعني جالي مخصوص وكده وقال لي انتي عملتي اكتر حاجة صح ممكن تتعمل، ان انتي ما صبرتيش، ان انتي لا انا حسيت ان في حاجة غلط رحت. دايما يعني والتجربة دي علمتني حاجة، في امهات بتبقى قاعدة قلقانة على ولادها، ممكن تروح المستشفى يروحوا، بس لو انتي روحتي المستشفى لو في حاجة هتقعدي، لو مفيش حاجة هتروحي، بس اتليست اطمنتي، اتليست انتي خلاص اطمنتي. لا قدر الله لو العكس هتقولي يا ريتني رحت يعني. بالظبط، يعني لو انتي فضلتي قاعده، لو قدر الله فعلا حاجه حصلت هتقول طب ما انا يا ريتني رحت. مش مشكله تروحي ويروحوكي، بس ما تندميش. صح. بس لو حابه توجهي نصيحه لاي ام عندها ابن عنده مشكله صحيه او تعب ما، انا هديها نصيحه اتقالت لي انا شخصيا واتقالت لي كتير، ادعي ربنا كتير وطلعي صدقات كتير بجد. يعني داووا مرضاكم بالصدقه، ده بجد وفرقت معايا قوي. اي حاجه بقى، حاجات مش لازم حاجه بسيطه يعني، كان لحد دلوقتي يعني حتى لو شويه برد صغيرين بطلع ان شاء الله، حتى لو شويه اكل لاي حد محتاج، اكل من اللي احنا بنزرعه، اي حاجه لاي حد محتاج زراعه مش عارف ايه، تمام يعني. دايما مرضاكم بالصدقه، هي دي اللي اقدر وخليكي ماشيه ورا قلبك يعني، وادعي ربنا يعني، وما تسمعيش لحد، ما يعني بجد ما تسمعيش لحد، وما تخليش حد يقطمك، ما تخليش حد يعني يقطمك. حابب اسالك في نهايه الحلقه عن الرجاله، هل الرجاله بتشوف نفس المنظور، ولا الرجاله اللي في حياتك سواء زوج اب اخ كانوا شايفين ان انت مكبره الامور ولا لا فعلا؟ والله لا، بجد بجد والله لا. منين دول؟ يعني لا، ما هم مكبره الامور من ناحيه ايه يعني مش لدرجه نزرع ونعمل ما هم شايفوا ان انا مريت بحاجه كبيره قوي يعني، فخلاص ليه ما يعني ايه اللي هيجرى، خدي التجربه يعني. اصل انا ما عملتش حاجه يعني مش حاجه كبيره، مش حاجه فظيعه، لا ايه المشكله وتجربي لا ما كانوش اللي هم مكبرين المواضيع، بالعكس كانوا شايفين ايه المشكله. الناس اللي حواليك كلهم كانوا داعمين، اهلك صحابك اخواتك؟ الحمد لله داعمين جدا، وانا بشكرهم جدا على الدعم اللي انا شفته منهم يعني. كفايه ان محدش قطمك، بالظبط محدش قطمني، واللي قطمني في الوقت ده تقريبا قطعت معاه يعني، ما كنتش قادره يعني. في وقت الواحد بيبقى محتاج انه بس حد يطبطب عليه، معلش بتاع، هو مش وقت تقطيم، مش وقت ان احنا نقطع في فروة بعض يعني. صح. بس يعني انا فاكره كان في كومنت كده من حد حواليا ايام اللي حصل، جالي طب انتي كنتي تعبانه، انتي فضل ابنك معاكي ليه، كنتي وديه لاي حد، هوديه لمين؟ ما هو ولد عنده 5 شهور، هوديه لمين؟ وهيفضل معايا يعني. عشان يعني انت كان عندك كوفيد، فالناس فانت ازاي فضلتي؟ كان في ناس تقطمك بقى اللي هو انت ليه سبتي معاكي وكده. بالظبط. انت ازاي كان عندك كوفيد وسبتي ابنك معاكي؟ طب ما هو طفل بيرضع، هيروح لمين؟ بعدين البيت كله كان عنده كورونا،
هيروح بقى لمين لا اصلا؟ وبعدين هو كمان يعني في الفترة دي كان الموضوع ما كانش، كان في ناس واخدة احتياطاتها يعني 700% وجالها كورونا يعني. بالظبط. وغير كده كان شائع اياميها ان الكورونا اصلا ما بتجيش لا للاطفال صح، اصلا بقى كانوا يعني، بيقولوا ان هي ما بتجيش ما لأطفال بتجيش فعلا. للاطفال. على فكره انا شفت كيسز كانوا بقى بيقعدوا يقولوا لنا مش عارف تحت كام سنة ما بيجيش وفوق تحت كام 5 سنين ما سنة. بيجيش، والكلام ده غلط. صح. انا شفت كيسز في المستشفى اللي بتيجي للاطفال اللي عندها 3 سنين صحيح. وسنتين، وبتجيلهم بقى بشكل انها تضرب البنكرياس، فتلاقي الطفل ده جاله سكر وهو اصلا ما فيش عندهم سكر وراثي في العيله. صحيح. وشفت كذا كيس كده يعني. فهو لا، الكلام ده كان غلط. ف فهو فعلا هو مش وقت تقطيم يعني. المهم هو الحمد لله كويس. الحمد لله الحمد يعني لله. ممكن نقدر نقول 95% كويس. ربنا يديم عليه صحته ويديم عليكي نعمته. ميرسي. من اكتر الحلقات اللي انا اتبسطت بالكلام فيها ميرسي بصراحة جدا. يعني. اتبسطت جدا ان انا كنت معاكي، ميرسي جدا. وان شاء الله نتقابل تاني وانت شاء بقى الله. بتبيعي الحاجات وانا ببيع الحاجات وبجيب الحاجات ان شاء الله الاورجانيك. باذن الله. شكرا لك يا مي، وان شاء الله نتقابل تاني ان شاء الله. في حلقات اكتر. ميرسي جدا. شكرا لك.